عادت إلى الواجهة في مصر تصريحات سابقة لشيخ الأزهر الشريف عن ضرب الزوجات، وذلك بعد الإعلان عن تفاصيل مشروع قانون مقدم لمجلس النواب من قبل النائبة آمل سلامة حول تجديد عقوبة ضرب الزوجة. ففي حديث له عبر التلفزيون الرسمي المصري، صرح شيخ الأزهر أحمد الطيب وفق التصريحات التي تم تداولها أن ضرب الزوجات ليس فرضا ولا سنة، لكنه أمر مباح لمواجهة الزوج الناشز وحماية الأسرة من الضياع والتشرد. أثرت هذه التصريحات التي قالت وسائل الإعلام التابعة للأزهر الشريف إنها مجتزأة من سياقها جدلا واسعا في مصر، وتحدث الكثيرون عن صراع فكري بين التيارات الدينية في مصر على وقع انتقادات حقوقية ونسوية تتعرض لها السيدات. وبعد الأخذ والرد عقب تصاعد الجدل والانتقادات، علقت دار الإفتاء المصرية بتغريدة أكدت فيها أن الرجال لا يضربون النساء، مشددة على أن الرسول لم يضرب امرأة قط. وسائل الإعلام التابعة للأزهر الشريف أكدت أن التصريحات مجتزأة من سياقها، حيث نشرت صحيفة صوت الأزهر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا من المقابلة التلفزيونية التي وردت فيها تصريحات طيب، حيث قال إنه يؤيد التشريعات التي تجرم الضرب وتعامل الضارب معاملة المجرم. الجدل اشتعل إثر الإعلان عن تفاصيل مشروع قانون مقدم لمجلس النواب من النائبة آمل سلامة، التي أعلنت الانتهاء من تعديلات جديدة على قانون العقوبات يقضي بتجديد عقوبة ضرب الزوجة بالسجن لمدة لا تقل عن 5 سنوات. الأرقام تقول إن 86% من نساء مصر تتعرضن للإيذاء الزوجي، بحيث تكون 1 من كل 3 سيدات مصريات تتعرض للعنف الجسدي أو الجنسي في حياتها. المجلس القومي للمرأة قال هو الآخر إن هناك أكثر من 2 مليون امرأة أصيبت نتيجة العنف الزوجي.